ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى من هند حمد. هعمل معاكم النهارده رز بالشعريه وفاصوليا خضراء باللحمه بطريقه صحيه وطعم اكتر من رائع. ركزي معايا كده في المقادير ومش خطوه خطوه. في حله على النار من غير ولا ماده دهنيه نهائي، هنزل بكوبايه من الشعريه وهقلب فيها كده لحد ما الشعريه تحمر كده تاخد لون. اول لما الشعريه تحمر تاخد لون زي ما انتم شايفين كده، هنزل عليها بثلاث كوبايات من الرز، وبعد كده هنزل عليهم بثلاث معالق من الملح. كل كوبايه رز قصادها معلقه صغيره من الملح. وبعد كده هنزل عليهم بنص كوبايه من اللبن وثلاث كوبايات ونص ميه. انا مستخدمه كوبايه شعير او ثلاث كوبايات رز وقصادهم ايه اربع كوبايات. نص كوبايه لبن وثلاث كوبايات ونص ميه مغليه. لو لبن حليب مش متواجد يبقى على نص كوبايه الميه هتحطي عليها معلقه كبيره لبن بودره وتدوبيه. ضفت الملح زي ما انتم شايفين نقلب كله مع بعضه كده. وبعد كده هضيف ايه نص كوبايه لبن وثلاث كوبايات ونص ميه مغليه، وهقلب الرز. وبعد كده اول لما الاقي الميه ابتدت تغلي على الرز هروح قافله عليه وموطيه النار. قلبته. استنى بقى عليه لحد ما الميه تغلي. اهي كده الميه غليت على الرز زي ما انتم شايفين، هروح قافله عليه ايه وموطيه النار. اقفل عليه ووطي النار. قعد كده ربع ساعه وافتح عليه كده اشوف استوى ولا لسه. كده قلبته. بختبر الرز ازاي بقى واعرف ازاي ان هو استوى. بجيب الرز ده واهرسها، لقيتها اتهرست معايا بشكل كامل يبقى كده الرز استوى. لقيت في حته جامده يبقى كده الرز ما استواش. كده لقيت حته جامده يبقى لسه محتاج سوا. هزود كده ميه بسيطه كده في الاطراف. تمام. وهقفل عليه واوطي النار واسيبه يستوي. استنى شويه وافتح عليه. فتحت عليه تاني. جيت اشوفه. جيت اختبر خدت برضه الرزايه كده خلاص استوى. اعمل بقى فاصوليا خضراء. ده كيلو من فاصوليا خضراء. تمام. نص كيلو من اللحمه مكعبات فيها نسبه دهن. نص كيلو من الطماطم مضروبه في الخلاط. بصلتين. حزمه كزبره خضراء. تمام. معلقه من معلقه ملح. نص معلقه فلفل اسود. اتنين حبان اتنين لورا. نص ربع معلقه جوز الطيب. رشه من من الجنزبيل، يعني ربع معلقه كده من الطرف كده من الجنزبيل. في حله على النار من غير ماده دهنيه نهائي هنزل باللحمه مكعبات يكون فيها نسبه دهن. وهقلب كده اللحمه كده زي ما انتم شايفين لحد لما اللحمه تحمر كده وتاخد لون. انا بجيب يا جماعه الفاصوليا وبقطعها قطع، وبخزنها في كيس تلاجة في الفريزر وبطلعها حسب ما بحتاج. بخزنها زي ما هي يا دوبك بغسلها وبحطها في كيس تلاجة وفي الفريزر وبشتغل بيها وهي متجمده. والطماطم برضو بجيبها واضربها في الخلاط وبخزنها في كيس تلاجة في الفريزر بطلعها برضو حسب ما بحتاج. كده قلبت اللحمه كده زي ما انتم شايفين. احمرت خالص. انا عايزاها بقى تحمر خالص. انا بدي اللحمه صدمه. عايزه اقول لكم الطريقه دي بتودي اللحمه في حته تانية خالص. هنزل عليه بمعلقه كبيره من الخل. الخل يا جماعه بيساعد ان اللحمه تستوي بسرعه ويفتح انسجه اللحمه وبيديها طعم مميز. وبعد كده هنزل ببصلايه لوحديها مضروبه في الكبه، وهقلب كده البصلايه مع اللحمه لحد لما البصلايه تصفر تاخد لون. البصلايه التانية بقى هضربها مع اربع طماطميات وسط في الكبه عشان الطماطم. كيس الطماطم اللي مطلعاه قليل على الفاصوليا فانا زودتها بطماطم عاديه. وبعد كده هضيف بقى نص معلقه من السكر. عايزه اقول لكم ان السكر بيساعد على كمره البصل، يعني بيودي البصل في حته تانية خالص. هضيف البهارات بتاعتي اتنين حبهان اتنين ولا لورا، معلقه ممسوحه من الملح، نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه حبهان، ربع معلقه جنزبيل او رشه من الجنزبيل. وهضيف ميه سخنه تغلي كده زي ما انتم شايفين وهقفل عليه. اول لما الميه توصل للنص هزودها تاني ميه سخنه برضه. وبعد كده ميه قلت تاني هزودها تالت. انا عايزه اللحمه تستوي خالص. زودتها تاني زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هجيب جزرتين وسط متقطعين قطع مكعبات وهضيفها على اللحمه. وبعد كده هضيف كيلو فاصوليا يا جماعه. بصوا بضيفها تكون متجمده زي ما انتم شايفين كده. مهمه قوي النقطه دي. فاصوليا اضيفها هي تكون متجمده. اضيفها كده بحيث ان هي يا دوبك احس ان الشوربه كلها مغطياها. هعمل بقى طماطم اربع طماطمات وسط معاهم بصلايه لوحدها. ضفت كده ربع معلقه فلفل اسود، ربع معلقه سكر، ماشي، نص معلقه ملح، وضربتهم في الكبه وضفتهم على الفاصوليا وضفت عليهم طماطم متجمده. واقلبهم كده واسيب لحد ما الطماطم تتسبك والفاصوليا تستوي. كده خلاص الطماطم اتسبكت والفاصوليا استوت. هجيب الحزمة الكزبرة خضراء اقطعها كده زي ما انتم شايفين وهضيفها على الفاصوليا واقلب كله مع بعضه كده واضيف حبة مية كده ودوبك غلوة بسيطة واروح طافية عليها غلوة بس. اهو كده خلاص استوت.
قدمي مع رز بالشعرية. ده شكل الفاصوليا بعد ما استوت، واللحمة عايزة اقول لكم طعمها جميل جدا 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 ومميز جدا، والرز بالشعرية طعمه حلو قوي قوي قوي، معمولين بطريقة صحية من غير دهون، وده اجمل حاجة. ان شاء الله تجربوا الفاصوليا الخضراء باللحمة بالطريقة دي، وجربوا الرز بالشعرية ويعجبكم ان شاء الله. لو عايزين اي وصفات تانية معمولة بطريقة صحية اكتبوا لي يا جماعة ايه في التعليقات، وان شاء الله اعملها لكم. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبك الوصفة لايك واشتراك في القناة، وياريت تدعموني بالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.